فن الزجل قناص، فن الزجل قناص بيصيب تملي الصميم، واللي يغوص في بحور الشرط يبقى عليم. الفن ليه اختار الاسم عبد الشكور وبينادوه بدرار. عم عبد الشكور بدرار الزجال الكبير، شاب الثلاثيني في قلب العشريني. ايوه معاك. السلام عليكم ورحمة الله. أولا أنا سعيد بوصول الله جرجرني هنا، يعني جرجرني مرغم علشان أجي أسعد الناس الطيبة دي، يعني وأكون الناس ويا ريت كلامي اللي بقوله يعجبكم وربنا يقوينا ويقوي. بقول أنا اللي فن الزجل ينجن لو شافني، ويبوس إيديا بجوزي ويقول لي انصفني، ويجيب لي كوم الورق ويجيب لي قلم الجاف ويقول لي ليا الشرف إنك تألفني. الله. درست علم الفشل واخدت فيه دكتوراه، ناقشها مستر فول والست قدرة معاه، وبخدمة طاسة ختمها دكتور فلافل بيه وحطها في قرطاس، والفشل يا محلاه. منحوني درع السيخ وبوز رمز القرص، نوع من الفلافل القديم من قبل عهد الفرس، وقالوا لي 100 مبروك يا عبدو يا فشار، الدكتوراه خدتها، لا تقول لي جاه ولا ورث وعجبني. بقول لي حاجه اسمها بعنوان هات وخد. بقول قعدت ريح الفرخه يومين وهي بتكاكي وتحزق، عليها بيضه حطيتها وروحها راحت وبتفهق، بصت لي بصه وقالت كاك حرام عليك اسندني يا شيخ، فوق ظهرها بايدي اتكيت، البيضه نزلت بعد صريخ، بمد ايدي اجيبها يا ناس، سبقتني دغري ونقضتها وقالت كسرتها عندك قدامي وبقشرها هوب كلتها، وقالت لي روح شوف لك لعبه، ده انا حالفه انك ما تاخدهاش، لو كنت جبت علف يا ظريف انا كنت اجيب لك بيض ببلاش. بقول ذبحت رجل سمين بسطوري قطعته، ذبحت رجل سمين بسطوري قطعته، وانضرت على الراس مسكت العظم كسرته، للمخ بصيت لقيت تخين ومليان غبا، شديت لسانه وبقطعه زروطني بزفرته، اتاريه بدعوة غبي باع وما هنش عليه، ولانه طبعا غبي زرع الغباوة فيه، معوده عن العير ولسان ابوه كان زفر، من اجل ده تنتظر، قول لي يا عامل ايه؟ اقول لك خير. قول. طيب قول يا سيدي. طيب انا عارف. قول انا مين عشان اطمرع بالقول على غيري؟ انا مين عشان اطمرع بالقول على غيري، وانا الكلام بنزحه بالعافيه من بيري، حبة حروف والقلم فوق ورقي بيرصهم، متحوطين بالادب وبحسن تعبيري، لا ملامة علي يغمض عن كلام الغير،
تغميض عينيه يحرمه من جودة التعبير. طول ما هو حاسس بانه ملوش نظير ولا ند، مش عايز اقول مغرور وعامل لي فيها كبير. انا مين عشان انشهر وده يبصلي؟ لسايا غاوي علامه بالزجل مبتلي، وده امر بيخصني ما بفرضوش على حد، ولا عندي غل وحسد. لو قول لغيري حلي، انا عبد الشكور الحزين شايف قصاده الناس بص. انا عبد الشكور الحزين شايف قصاده ناس بصة قوي لنفسها، حواليها كام رقاص بيسقفوا ويرقصوا وبينفخوا فيها، ناسيين بان الغرور بيموت الاحساس. انا عبد الشكور اللي فاهم ان الذهب عيارات. انا عبد الشكور اللي فاهم ان الذهب عيارات، وانه في وقت الشراء مرهون على الخيارات، والفرس مهما لمع لابد هيصدق، والاصل لو في التراب هيظل له لمعات. حاجه رابعه يقول نشر حالك، بقول كان معايا الست ضارب، والظروف زي العقارب، من المرار والغلب شارب، والدماغ فيها انصلع. جنب مني ست قرمه، ست حركه اسنانها طرمه، والفلوس وياها عرمه، لما اشوفها بنسرع. قول عملت معاها حركه، منها ضحكت قلت بركه، اتاريها ست حركه حاطه ايدها على الوجع. باختصار قالت يا هذا الكلام مالوش عازة، انت لك عندي جوازة، والخلاصة الفروع. في البداية قالت لي شوف، في الكلام ما فيش كسوف، تبقى ليا العصمة خوف انك انت تكون خرع. والخلاصة كلفتتني وبفلوسها غرقتني، في الجوازة ارتصتني جوز ابوها يا ناس بشع. قلت يلا ايه هيجرى، عالطبول انقر لي نقرة، لو تموت هورثها بكرة، مخي فكر في الطمع. قلت اعصر 100 ليمونة فوق نفوس اللي جابونه، مش يجوز تاخد صابونة لما اوريها دلع. للنهار انعم في قولي واقول لها يا حلوه قولي، وفي طلوعي وفي نزولي كان لابد اكون مسرح. روحي ايامي وتعالي، كب اعدم ارفصالي، وانا جيبي برضو خالي، جنبي منها بطل ضعف. واللي كان داير في راسي عكسه جه خلانا قاسي، ست نابسه بتنصاصي، والدلع مني اتمنع، وابتدى التنكيل في امي، واللي خدته منها غمي، وانحرق من لت دمي، والنهار بينا اتسع. يا نهار اسود ايه رماني عند واحده مصدياني، زل امي مشوباني فوق قفايا بطلتها. من جناني وقعت فيها، والطلاق سبته في ايديها، كتر مالها جبلتوها عايز اغرف والجشع. قلت اهبش همشة واجري، والخمور يصبح مغري، بلاقيها جايه تجري غصب عني برتجع. كل ليله لو تنام من سريري اقوم اوام، عايز اعطر في السخام على الفلوس انا هتلبع. واتقفشت في ليله سودة وانا بنبش زي دوده، في الدولاب جاتني البعوضة، قفشتني قفشة يا جدع، طلعت لي فوق قفاية وقالت لي طالق يا ضناية، أني عارفة سر، أنا عارفة سرك مش بداية، قلبي في ركبي وقع. في النهاية ادتني ذنبه، بالطلاق فقعتني حربه، يعني طلعت ست جربه، وياها دلعي يا ريت نفع، وياها دلع يا ريت نفع. حاجة صغيرة من فن الواو قبل ما نختم.
بقول في الشعر ورور ونونو. فن اللغوي يا جماعة هو فن صعيدي أصله صعيد مصر، يكتبه كبار وبدأ نشأته عند أحمد بن عروس، يكتبه في وجه بحري قليلون جدا منهم عبد الشكور ضرار. فن الواو هو عبارة عن 4 شطرات، الأولى والثالثة قافية واحدة بيعتمد على الجناس سواء تام أو ناقص. الأولى والثالثة يتفقوا بالقافية، والثانية والرابعة يتفقوا بالقافية. يكتبه قليلون في وجه بحري منهم عاملين عبد الشكور ضرار. ربنا يبارك فيك. بقول في الشعر ورور ونونو، ما بلغت لسه مرادي، ليه عني حايش فنونه، عمال حيله مراضي. لو جار وسون تريحه، لو جار وسون تريحه، اصبر عليه لو يوحل، يا تجيله زيحة تزيحه، يا يطق منك ويرحل. قول يا سر يا سر لطاك وشاية، يا سر لطاك وشاية، قلبت لي حيرة وشكلي، قلبت لي حيرة وشكلي. في دماغي دارت رحايا بسببها كترة مشاكلي. اللي بجميله أثرني جميله لازم أرده، واللي بندلته حاصرني بين الرجايل معده. وفوق كتفي شلت اللي يكفي من الهموم والمصايب، منها اللي ظاهر واللي مخفي، ما تشيلها ظهر الركايب. الضيق في نفسي قفشني، ململني ودماغي ونون، عالسحنة بايديه نقاشلي، تعبير كئيبة تجنن. في ست عقلة تعينك وست هبلة تهمك، سحنتها تلمحها عينك تتوه وينعك دمك. مستحيل من غير فوايد في الزمان ده ابقى صاحبك، هستفيد تلقائي، هستفيد تلقاني راقد جنب منك زي كلبك. ضحك عيرة وعين بتصغر، تفتكرها حب فيك، لا ده حقد وفيك بيجزر لما بان الخير عليك. خلاص دول بقول ابتديت تحلم يا صاحبي، يبقى نام واسحب غطاك. ابتديت تحلم يا صاحبي، يبقى نام واسحب غطاك، واوعى تاكل فول مدمس لا الحمير تجري وراك، واوعى تاكل يوم كوارع لا البهايم ترفصك، واوعى تاكل اي لحمه الا لما اكون معاك. اخر حاجه بقول دلدول في يوم اشتكى لحمار غبي وقليط، علشان قفاه انها من الضرب جوه البيت. هرس القليط في قفاه وقال له مش مشكله، الضرب فوق القفا نوع من مساج عبيط وعجبت.